السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني المسلمين، والسلام على من اتبع الهدى من اصدقائي النصارى. بصراحة انا مش هتجنن لوحدي، انا قلت لازم اجننكم معايا. تعالوا نشوف. قدام بلد وعصت فيها المنصورة، هي دلوقتي يمكن 33 سنة كل سنة اروح لها. كان زمان في مطران اسمه الانبا مساوي، ده راجل شايب ودقنه حلوة خالص بيضة مالية وشه. قال لي يا استاذ شوقي اقول لك حاجة حصلت. تقول يا سيدي؟ كنت اسهر معاه بعد الوعظ، اسهر معاه. هو بقى كان طلع على المنارة، وقع ونزل على رجليه سليم. شوف المنارة بتاعت الكنيسة حلوة قد ايه، اعلى من اي عمارة في البلد، اكتر من 20 دور. ونزل الملائكة تلقته، اشتهرت عنه الحكاية دي في المنصورة كلها، وجاله مديح كتير. القديس الانبا تيموساوس مطرنا. شفتوا بقى الانبا تيموساوس وقع من فوق المنارة اطول من عمارة 20 دور، ونزل رجله سليمة. سبحان الله، لا اتكسر ولا حصل له حاجة، الملائكة تلقفته. ده مين؟ ده الانبا تيموساوس. نزل مسافة الدور 20 ونزل سليم، والملائكة تلقفته. سبحان الله سبحان الله. والنصارى قاعدين ومصدقين الكلام ده. النصارى مصدقين كده، يعني سبحان الله. بيضحك عليهم، والله بيضحك عليهم. في واحد يقع من الدور 20 وما يحصلوش اي حاجة. يعني سبحان الله، يعني ممكن تسمع عن واحد فرموا القطر وداس عليه وما يحصلوش حاجة؟ دي جديدة عليا دي والله. نكمل. القديس والناس قاعدوا يقولوا ربنا عاوز يحميه من الفخر وغرور الناس. هو طالع على السلم وقع، رجله اتكسر، فوقع من المنارة ما جرالوش حاجة. وقع من على السلم رجله اتكسر. سبحان الله، وقع من على المنارة ما حصلوش حاجة. نزل من على السلم رجله اتكسرت. سبحان الله سبحان الله. ايه ده؟ ايه ده؟ انا بصراحة هتجنن، قلت لازم اجننكم معايا. والنصارى سبحان الله بيصدقوا الكلام اللي بيتقال لهم ده، اي حاجة بيصدقوها. تعالوا نكمل عشان الواحد يعرف يتواضع امام الله. ما ربنا بيعمل لنا حاجات عشان يحمينا من انفسنا. وبعدين قعد على السرير تعب جدا، يعني مش قادر يخدم نفسه. طبعا المفران ما يقدرش يتكشف على اولاده، ده مركزه كبير جدا. فصلى قال يا يسوع لا تشفيني لا تاخدني. والدكاتره جو كشفوا قالوا لابد من قطع رجليه الاثنين. يقع من على السلم يقطعوا رجليه الاثنين، وقع من المناره. سبحان الله. وبعدين وهو راقد قال لي وانا كده راقد رحت في غفوه لقيت المسيح دخل الاوضه. ده برك اسم الرب. المسيح دخل الاوضه قال له يا عم تيموساوس. قال له نعم سيدي. قال له قوم. قال له حاضر اقوم يا سيدي. عاوز يقول له بس انا رجلي ايه مكسوره. عارف لو قال له رجلي مكسوره ما كانش قام. قال له طب حاضر اقوم. قوم يا عم تيموساوس. راح قايم ونزل. الخدامين واقفين على الباب يقول الانبا تيموساوس بيتحرك في الاوضه. وفتحوا الباب وطلع الانبا تيموساوس. تبارك اسم الرب. تقول لي بقى ازاي قام ورجله مكسوره ولا كان عاوزين يقطعوها؟ يقطعوا الرجلين. كل شيء مستطاع لمين؟ للمؤمن. انت تؤمن يبقى ربنا يعمل معاك معجزات. ما تقولش ازاي، كيف ولماذا وربما واذ ربما. كل ادوات الاستفهام دي بلاش. قل له يا رب انك تستطيع كل شيء ولا يعثر عليك امر. والرب هو امس واليوم والى الابد، والمعجزات ترافق المؤمنين في كل عصر وكل وقت وكل زمان. زي ما تقروا يقول لك المعجزات انتهت. ليه ربنا انتهى؟ استغفر الله.
الله طول ما ربنا موجود يبقى المعجزات موجود. معجزات ايه؟ معجزات ايه؟ دي مش معجزات، دي اسمها هرطقات. اللي انت بتقوله ده هرطقات وليست معجزات. المعجزات للانبياء والمرسلين مش لابوك تمسوس. ربنا يهديكوا يا نصر، ربنا يهديكوا. انا مش عارف. وكمان بيقول لك ايه؟ ان السيد المسيح كمان ايه؟ جاله ودخله. يعني سبحان الله. هو السيد المسيح كل ما نيجي نكلم اي نصراني والله العظيم يقول لك السيد المسيح جالي، السيد المسيح جالي. طب السيد المسيح بيجي لكم ازاي؟ انا نفسي اعرف، انا نفسي اعرف السيد المسيح بيجي لكم انتوا ليه يا نصارى وما بيجيلناش؟ انا عايز اعرف. ولا هو المسيح قاعد لكم انتوا؟ طب المسيح بيجي لكم ازاي؟ يعني حتى يا ريته بيقول مثلا ده جالي في المنام، ماشي هنصدقك لما يجي لك في المنام. المسيح هيجي لك في المنام، الرسول يجي لك في المنام، الصحابي فلان يجي لك في المنام، القديس فلان هيجي لك في المنام. حاجات مثلا هنصدقها، تدخل العقل، هتدخل العقل لما تقول لي في المنام هنصدقك. لكن تيجي تقول لي ده جالي وقال لي قوم وقف وانا ما قلتلوش لا، لو كنت قلت له لا ما كنتش هقوم. والله تمثيليات، اقسم بالله تمثيليات، وتمثيليات فاشله، تمثيليات فاشله. وانتوا قاعدين تصدقوا الهرتله دي، انتوا قاعدين تصدقوا اي كلام يتقال لكم واي هرتله تتقال لكم. اصل انا لو قلت له لا يا رب يا يسوع انا مش هقوم، ما كانش هيقوم خالص. لا قال ايه يعني كان بيقوم؟ قال ايه يعني كان بيقوم؟ قمت قايم، فقمت وقفت على رجلي وحصلت المعجزه. معجزه ايه؟ ده هبل وهرتله. والله بيضحكوا عليكم يا نصارى. والناس كلها قاعده تسمع الحكايات دي، الناس دي كلها قاعده تسمع الكلام ده والهرطقه دي. اقسم بالله لو الكلام ده كان بيقوله شيخ في الجامع لو كنت همسك الشيخ ده اديله علقه موت. ايه ده؟ ايه ده؟ انتوا ازاي الهبل ده بيدخل دماغكم؟ ما تصنفروا دماغكم شويه. الكلام ده بيدخل ازاي دماغكم؟ انا بصراحه هتجنن، انا هتجنن. ايه ده؟ ما تفوقوا بقى، ما تفوقوا بقى. لا اله الا الله. نسأل الله لنا ولكم الهداية. هذا وإن كان من توفيق فمن الله الواحد الأحد، وإن كان من خطأ أو سهو أو جهل أو نسيان فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه براء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.